اهلا بكم مع فيديو الدجاجة. تشيكن دي كلمة ظريفة جدا في الانجليزي وتستاهل نعمل عنها فيديو. اول حاجة ممكن تتعد يعني countable noun، وطالما هتتعد يبقى ينفع نحط الارتكل a تشيكن، وينفع نشيل الارتكل a ونحط مكانه الاس في الاخر chickens. اوكي، فراخ. مقصود بيها في المعنى ده بقى الفرخه اللي ماشيه في الشارع تتمخطر، الفرخه اللي عندك في البيت بتربيها، يعني الفرخه قبل ما تتذبح فرخه لسه صاحيه countable noun. تاني حاجه ممكن تكون uncountable noun، يعني ما تتعدش، ما فيش ارتكل A يبقى ما فيش اس في الاخر. اوكي، وفي الحاله دي بقى ذبحناها خلاص بقى، وهنعمل منها الروست تشيكن، هنعمل منها الفرايد تشيكن، نعمل منها تشيكن سوب شوربه، نعمل منها مصبي، نعمل منها مندي، نعمل منها فراخ في الفرن، نعمل منها فراخ محشيه، نعمل منها خلاص بقى ما تعرفناش. يعني عايز اقول لك ايه، ان الفرخه بعد ما بتندبح ما ينفعش نجمعها uncountable noun. ثالث حاجه وهي الظريفه، ان انت لما بتهش الفرخه بتتهش، صح ولا لا؟ قول اه. طب لو ما تهشتش ما تبقاش فرخه. يعني الفرخه خوافه، هناخدها بقى ونلحقها بشخص كانه خواف. هنقول مثلا don't be such a chicken، ما تبقاش فرخه، نو ما تبقاش خواف. اوكي، عندك شويه صحابك صايمين عندك في البيت ومش عارفين يروحوا بالليل، يو ار تشيكنز، انت شويه فراخ، نو شويه خوافين. اوكي، والمثال الجميل ده بقى stop being a chicken and just go، بطل خوف بقى، ما تبقاش خواف. stop being a chicken and just go. اخر حاجه بقى ان تشيكن ممكن تيجي صفه برضو معناها خواف. هنقول مثلا Peter is too chicken to ask her out. اوكي، وخلي بالك المعنيين الاخرى لو جت كاسم خواف ولو جت adjective خواف دول informal. لو عجبك الفيديو حط لي فرخه تحت، حط لي لايك تحت، و thanks so much.